ويبدأ الفيلم. الولد اسمه دري وهو مسافر مع مامته علشان شغلاتنا للصين، وكانوا بيودعوا أهلهم وأصحابهم وهو زعلان جدا. وهما في الطيارة مامته كانت بتعلمه كام كلمة صيني، بس هو ما كانش مهتم خالص. ووصلوا المطار واستقبلتهم المرشدة اللي هتوصلهم للبيت. وهما في الطريق كان دري بيتفرج على المعالم الصين. ولما وصلوا البيت دري اتعرف على ولد اسمه هاري وكان بيعرف يتكلم انجليزي. ووصلوا للبيت والمرشدة قالت لهم لو في حاجة عايزة صيانة يروحوا لمستر هان علشان هو راجل الصيانة هنا وكمان بيعرف يتكلم انجليزي. ومامته بتلاقي دري رامي الجاكيت على الارض فبتشيله وبتقوله ان هو ما يعملش كده تاني. وشيري لقت المية السخنة مش شغالة فقالت لدري ان هو يروح لمستر هان. راح يدور عليه وما كانش حد فاهم كلامه لحد ما وصفوا له المكان. ودري وصل لمستر هان ولقاه بياكل فساب له العنوان ومشي. وهو ماشي لقى منتزه وشاف هناك بنت قاعدة بتعزف على الكمانجا. وقابل كمان صديقه هاري وعرض عليه يلعب معاه كرة السلة، بس كانت عينه على البنت وعلشان يشد انتباهها راح يلعب بينج بونج مع رجالة كبيرة وافتكر يعني ان هو هيغلبهم، بس الصراحة هم مسحوا بالارض. وهي كانت بتتفرج عليهم وكانت بتضحك. ودري راح يتعرف عليها ولقاها بتتكلم انجليزي وقال ان هو كمان بيحب الموسيقى فشغل الموسيقى وقعد يرقص عليها. بس كان في اولاد بيتفرجوا عليهم ومنهم ولد اسمه تشانج وهو كان قريبها، فراح رمالها النوتة على الارض علشان كان متضايق من وقفتها مع دري. ودري لسه هيتدخل راح تشانج ضربه، فقام دري علشان يضربه لقى تشانج بيضربه بطريقة عنيفة جدا وما رحمهوش. وبيرجع للبيت وبيلاقي مامته نايمة فبيدخل اوضته وينام. وتاني يوم دري بيبقى رايح المدرسة فبيحاول دري يداري الكدمات اللي في وشه بالميك اب بتاع مامته وبيلبس الكاب علشان امه ما تاخدش بالها. وبيروح المدرسة وبتكون المديرة في استقبالهم، فالمديرة بتقول لدري ان لبس الكاب ممنوع. فشيري بتشيل الكاب وبتشوف الكدمات اللي في وشه فبتسأله ان هو اتخانق مع حد، فدري بيقولها ان هو اتخبط في العمود. وبيدخل دري المدرسة وفي الاستراحة بيقابل البنت تعتذرله عن اللي حصل من تشان وبتقوله ان هو ولد مغرور وبتقوله ان اسمها ميانج وبتقوله ان هي هتمشي دلوقتي علشان عندها تدريب. ومستر هان بيوصل للبيت وبيشوف دري وهو بيقلد حركات الكينج فو من التلفزيون وكان هان بيتفرج عليه. ووصلت شيري البيت ولقت برضو الجاكيت على الارض فقالت لدري ان يشيل الجاكيت وما يكررهاش تاني. وكان هان بيشاهد الموقف وبيروح دري المدرسة وبيشوف تشانج واصحابه فبيستخبى منه علشان ما يضايقهوش تاني. وشاف دري اوضة الموسيقى ودخل ولقى ميانج هي اللي بتعزف، فالمدرب قال لميانج ان هي محتاجة تتمرن اكتر وان هيكلم اهلها ان يكون في وقت اضافي للتمرين. فخرج المدرب ودخل دري لميانج وقال لها ان عزفها جميل جدا. فميانج قالت له ان هي عندها اختبار الشهر اللي جاي وان هي عايزة تنجح في الاختبار علشان تنضم لمعهد الموسيقى في بكين. ودخل المدرب تاني فدري خرج بسرعة ولقى في وشه تشانج، فتشانج حب يضايقه تاني وفضله الشنطة في الارض وسابه ومشي. ودري رجع للبيت بس كان زعلان جدا من مضايقة تشانج ليه. وتاني يوم شيري بتاخد دري وبتنزلوا يتمشوا وبالصدفة بيشوف اعلان عن الالتحاق باكاديمية الكونج فو. وبسرعة بيروح الاكاديمية وبيلاقي عدد كبير جدا وبيبقى منبهر. وهو بيتجول داخل الأكاديمية شاف قاع للمحترفين فدخل وسمع المدرب وهو بيقول لهم ان ما يكونش في رحمة ولا ضعف مع الخصم. وبيتفاجئ دري بوجود تشانج معاهم فبسرعة بيخرج من الأكاديمية ومامته بتخرج وراه فبتسأله هو ايه اللي ضايقه في الأكاديمية، فبيقولها ان هو ما بيحبش المكان هنا وان هو عايز يرجع لبيته واصحابه. فشيري بتقوله خلاص ان هم هنا استقروا علشان شغلها وهي غصب عنها. وبيكون هان في اوضته وسمعهم وهما بيتكلموا. وبعدها مامته طلعته رحلة مدرسية علشان يبقى مبسوط مع اصحابه ويقدر يتأقلم مع المكان. وهم راجعين من الرحلة تشانج كان عايز يضايق دري بس معرفش عشان المديرة كانت شايفاهم. وبعد ما نزلوا من الباص دري كان بيحاول يستخبى من تشانج واصحابه، بس دري جاتله فرصة من دهب ان هو ينتقم منهم فرمى عليهم مية مش نضيفة وطلع يجري، بس هم ما سابوهوش طلعوا يجروا وراه. وجي يدخل البيت من البوابة الخلفية لقاها مقفولة فاصحاب تشانج مسكوه وجي تشانج قعد يضرب فيه لحد ما وقع على الارض. وراح يضربه تاني لقى حد بيمسك ايده وبيكون مستر هان وبيقوله ان هو يمشي هو واصحابه. وجي تشانج يضرب مستر هان لقى بيسد الضربة واصحاب تشانج حاولوا يضربوه بس هو كان بيسد كل ضرباتهم وكان بيضربهم في بعض. ودري كان مستعجب جدا من مستر هان وهو بيخليهم يضربوا ببعض. فمستر هان بيشيل دري وبيدخله اوضته وبيعالجه بطريقته الخاصة ودري ما بيحسش بالوجع وبيستغرب جدا فبيسأله هو ازاي عالجه كده وازاي صد
ضرباتهم. فدري بيقول له هو ينفع تعلمني الكونج فو علشان اقدر ادافع عن نفسي؟ ومستر هان قال له ان الكونج فو مش للخناق، ده فن المعرفة والدفاع عن النفس. فدري قال له ان المدرب بيعلمهم ان مفيش رحمة ولا ضعف مع الخصم، وبيطلب دري من مستر هان ان يساعده ويروح معاه للمدرب علشان يفهمه ان الاسلوب ده غلط وان ما يخليش تشانج يتعرض له تاني. وفعلا مستر هان راح مع دري، وهان شاف المدرب وهو بيعلم الاطفال القسوة في الضرب، والمدرب شاف هان وسأله هو مين وايه اللي دخله. فتشانج قال للمدرب ان هو ده اللي ضربهم. فالمدرب قال لهان ان ده مش شجاعة منه. فهان قال له ان اسلوبك كمان في التدريب غلط وسابه ومشي. فاتضايق المدرب ونزل بسرعة ووقف هان وقال له ان لو ما طلعتش الولد على الحلبة يواجه تشانج هخليهم يتعرضوا له ويأذوه. فهان كان شاف المسابقة اللي هتتعرض بعد اسبوعين، فقال للمدرب ان دري هيواجه تشانج في المسابقة دي. وطبعا دري ما كانش فاهم حاجة خالص عشان اللغة، والمدرب طلب من اللعيبة انهم ما يتعرضوش لدري تاني. وهما ماشيين دري بيقول لهان ان هو مش فاهم حاجة. فهان قال له اطمن، هما مش هيتعرضوا لك تاني، بس هتواجه تشانج في مسابقة الكونج فو بعد اسبوعين وان هو اللي هيدربه. وطبعا فرح دري جدا. وتاني يوم راح لمامته في الشغل وقال لها ان مستر هان هيعلمه كونج فو. وراح دري لهان في بيته وهو داخل لقى عربية قديمة، وطبعا كالعادة قلع الجاكيت ورماه على الارض. وقال لمستر هان ان هو متحمس جدا وان هو عنده فكرة بسيطة عن حركات الكونج فو، وقعد يعمله شوية حركات كده وقال له ان هو مستعد للتدريبات. فمستر هان قال له هات الجاكيت وعلقه. وفضل طول اليوم دري يلبس الجاكيت ويقلعه ويعلقه لحد اخر اليوم. وطبعا رجع البيت وهو متضايق جدا، بس اول ما دخل علق الجاكيت. فشيري استغربت جدا. وكان دري بيروح كل يوم لهان، بس ما كانش بيعمل غير انه بيقلع الجاكيت ويعلقه ويرجع يلبسه ويعلقه تاني. وجي في مره دري خبى الجاكيت ودخل لهان ولقاه بيصلح العربيه القديمه. فساله هان عن الجاكيت، فدري قال له ان هو نسيه. فهان قال له روح هات الجاكيت مكان ما خبيته. وطبعا جابه وقعد يعمل بيه نفس التمرين الممل لحد ما جت مامته علشان تاخده للمهرجان اللي هيتعمل في المدينه. وكانت جايبه معاها تذكره لمستر هان وقالت له ان هو لازم يجي معاهم. وفعلا كلهم راحوا المهرجان، وهناك دري شاف ميانج وقعدوا يتكلموا مع بعض. ودري عطاها دعوة المسابقة وقال لها وعديني انك هتيجي. فهي كمان قالت له اوعدني انك هتحضر تجربة الاداء بتاعتي. وتاني يوم بيروح دري لمستر هان وكان بيصلح العربية. فمستر هان قال لدري ان هو يعمل نفس التمرين، بس المرة دي خلاص دري كان زهق وجاب اخره. فرمى الجاكيت على الارض وقال لمستر هان ان هو كده ما بيتعلمش حاجة وان هو كان جاي يتعلم الكونج فو. وجي يمشي نده عليه مستر هان وقال له سيب الجاكيت، وقال له اعمل نفسك كأنك بتلبس الجاكيت. وبدأ هان يعلمه ان تمرين الجاكيت كان بيمرن ايده على حركات الهجوم والدفاع، وقال له ان الحركات دي بنعملها كل يوم في حياتنا اليومية. ومستر هان بياخده وبيسافر للمكان اللي اتعلم فيه الكونج فو، وبيطلعوا على قمة الجبل عشان يشربوا من بئر التنين. وهناك بيشوف بنت واقفة على حافة الجبل وقدامها أفعى، بس الغريب ان الأفعى بتعمل نفس حركات البنت بالظبط. فهان نده عليه عشان يشرب من بئر التنين وقال له ان اللي بيشرب من المية دي ما بتهزمش. فدري بعد ما شرب من المية سأل مستر هان هي ازاي الأفعى بتقلد حركات البنت. فهان قال له ان البنت قدرت تسيطر على الأفعى بقدراتها الذهنية والحركية. وبدأ هان في تدريب دري على الكونج فو. وفي آخر اليوم رجعوا البيت، وكان كل يوم هان بيدرب دري على أساليب وطرق مختلفة في الكونج فو لحد ما جه في يوم وهان قال له ان هو لازم ياخد اجازة علشان كتر التمارين مش هتكون مفيدة ليه. وتاني يوم دري بيروح المدرسة وبيلاقي ميانج قلقانة جدا ومتوترة علشان تجربة الأداء بتاعتها بكرة. فدري اقترح عليها ان هما يخرجوا ويتفسحوا، وبيقولها ان كتر التدريبات مش مفيدة ليها. وفعلا بيخرجوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين وفرحانين جدا لحد ما بيجيلها تليفون من ابوها وبيقولها ان تجربة الأداء بتاعتها اتقدمت وبقت بعد تلت ساعة، وان هو هيجي ياخدها من المكان اللي هي فيه. فدري طلع يجري وراهم علشان يحضر تجربة الأداء بتاعتها. وميانج نجحت في تجربة الأداء، بس باباها شافها وهي بتشاور لدري فطلب منها ان هي تروح تقوله ان هما ما يبقوش اصحاب تاني. وهي بتقول لدري كانت زعلانة جدا. فدري اتضايق من اللي حصل وما روحش البيت وراح لمستر هان ولقاه بيكسر في العربية اللي كان بيصلحها. وراح دري علشان يهديه، فشاف خبر في الجريدة عن موت أمه وابنها في حادث عربية. وساعتها عرف دري ان هما كانوا أسرة هان، وحكاله هان ان هو اللي كان سايق العربية وبسبب عصبيته
عربيته مع مراته مشافش المنحدر، فالعربية اتقلبت بيهم ومات ابنه ومراته، ومن ساعتها هو بيصلح العربية وفي ذكرى وفاتهم بيكسرها علشان حاسس بالذنب. فدري بيحاول يطلعه من العربية وبيخليه يدربه علشان يطلعه من اللي هو فيه. وفعلا تاني يوم بيكملوا التدريبات، وهم بيحس ان دري مستواه اتحسن وبقى جاهز للمباراة. وفي نفس الوقت ميانج كانت بتنفذ كلام ابوها وما كانتش بيتكلم دري، وده كان مضايق دري جدا. ومستر هام بياخد دري لقاعة المباراة علشان يعيشه جو المباراة، وقاله انك مش مهم تكسب او تخسر، المهم انك تكسب احترام الحكام والجمهور وانك تكون واثق من نفسك. واعطاله بدلة الكونج فو هدية، فحضنه دري وقاله انت افضل صديق ليا، وطلب منه انه يساعده في كتابة جواب لميانج. وراح لبيت ميانج وخرجت هي وباباها. فدري بيقرا الجواب اللي مكتوب بالصيني وبيقول لباباها ان هو هيكون افضل صديق ليها، وبيوعده ان هو مش هيسبب لها اي مشكله تاني. فباباها اعجب بشجاعته وقال له ان ميانجا هتحضر كل مبارياتك. وتاني يوم دري بيروح اول مباراه، وهم بيعرف دري على قوانين اللعبه. واول ما بيدخل دري المباراه بيخاف وبيجري، بس هم بيقول له ما تخافش وركز. وفعلا دري بياخد ثقه في نفسه، بيكسب اول مباراه. وفي الجانب التاني دري بيشوف تشانج وهو بيلعب بكل قسوه، وده بيزيده حماسه في اللعب. وبيكسب المباراة التانية والتالتة لحد ما بتأهل للنصف النهائي. وبكده هيقابل واحد من فريق تشانج، وطبعا ليه مدرب تشانج بيكون متضايق من تقدم دري في مباراة النصف النهائي، وليه بيقول للاعب ان هو يكسر رجل دري علشان ما يعرفش يلعب قدام تشانج. وفعلا الولد كسر رجل دري واتطرد من المسابقة، ودري اتنقل للعيادة. الدكتور بيقوله ان هو بطل وقدر يكسب، بس للأسف مش هيقدر يلعب اخر مباراة علشان الإصابة اللي عنده. بس دري ما استسلمش وطلب من هان ان يعالجه بطريقته الخاصة. فهان كان خايف عليه وقال له ان اصابتك فعلا خطيرة، بس دري كان مصمم ان هو يكمل المباراة. وفعلا عالجه هان ورجع دري تاني للمباراة. وليه اتريق على مستر هان علشان دري هيلعب وهو بيعرض. وبدأت المباراة، وتشانج كان باين عليه الغيظ لدرجة ان ضرب دري وقعه بره الحلبة، بس دري طلع تاني وجاب على تشانج نقطتين. وهنا ليه طلب تشانج وقال له اكسر رجله خالص. وفعلا تشانج كان مركز على رجل دري لحد ما جات له الفرصة وضربه في رجليه. وطبعا دري وقع على الحلبة وهو بيتألم جدا، بس دري قام وكمل ووقف وقفة مدربة الأفعى. فهان فرح ان دري وصل لقوة التحكم الداخلي، وقدر دري يتوقع الضربة من تشانج، فقدر يستغلها دري وضربه وقدر ياخد النقطة التالتة وكسب دري بالبطولة. وتشانج حب يسلم الجايزة لدري علشان يثبت له احترامه وتقديره. وطبعا ليه كان هيموت من الغيظ علشان تشانج واصحابه راحوا لمستر هان وقدموا له التحية والاحترام وبيطلبوا منه ان هو يكون مدربهم. كده خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل علشان يجيلك كل افلامنا الجديدة، وعملنا لايك.